اول حاجه كل سنه وانتم طيبين، وتاني حاجه متاسفه جدا ان منزلتش حاجات اليومين اللي فاتوا، اهم يومين بتوع رمضان، بس كان عندي شويه ظروف. يا رب ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. يلا نبدا مع بعض الفيديو ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنا معايا كيلو ونص من الكنافه، وبدات افركهم كويس قوي، يعني خليتهم ناعمين على قد ما تقدري، لان دي هنعملها ديسكات وهنعملها بطريقه جديده جدا وهتعجبك ان شاء الله، وهتعجب كل اللي هياكل منها. وبعدين بدات فركتها كويس قوي، حطيت عليها معلقتين من السكر البودره، يعني عن كيلو ونص حطيت 4 معالق من السكر البودره، وحطيت رشه من الفانيليا ورشه من الملح، وحطيت عليها كوبايه ونص زبده، وبدات افركهم كويس قوي لحد ما تجانسوا مع بعض، وبدات كل حته من الكنافه خدت السمنه بتاعتها مظبوط. في كنافه احيانا بتشرب سمنه اكتر، بس الكنافه دي كانت ما شاء الله جميله وناعمه وكانت بيضه كده وكانت حلوه. يعني لما تيجي تجيب الكنافه حاولي تجيبيها من مكان كويس. وبدات خلاص بصوا اتفركت كويس وكلها بقت لون واحد. بدات احطها على صينيتين، والصواني تكون قد بعضها. انا عاملها 3 ديسكات على حسب ما انت تعمليها كام ديسك، اللي هي كام طبقه يعني. عملتها على 3 طبقات، وبتضغطيهم كويس قوي وتدخليهم الفرن يكون من تحت شغال بس. وبعدين بتدخليها على اول رف في الفرن وبتسيبيها لمده ربع ساعه، وتكون معاكي ان شاء الله استوت. انا عملت كل نص كيلو في صينيه، يعني كل نص كيلو طبقه. وبدات اعمل الحشوه بتاعتها كذا حاجه، بس بجد بيبقى الميكس بتاعها خرافه، جربيهم. انا معايا نص كيلو من اللبن، وحطيت عليهم معلقتين كبار من النشا ورشه من الفانيليا ومعلقتين لبن محلى مكثف. احنا طبعا عملنا اللبن المحلى المكثف مع بعض كتير. وحطيت عليهم رشه من الفانيليا. تمام كده. وبعد كده رحت حطاهم على النار وتقلوا عادي مهلبيه عاديه. بعد كده كانت بقى على ما عملت المهلبيه كانت الكنافه طلعت من الفرن، ودي بيكون شكلها. وبعد كده بتنزلي عليها بعسل عسل بارد، اللي هو بيبقى عبارة عن كوباية ونص سكر او كوبايتين السكر بتاخد كوباية ونص من المية، وعليها رشة من الليمون، عصرة ليمون. وعليهم كمان معلقتين من الجلوكوز، عسل الجلوكوز اختياري لو مش عايزه تحطي العسل الجلوكوز، بس هو بيدي طعم حلو قوي، قوام العسل بيبقى احلى. وبتبداي ترشي، يعني انت ما مش بنسقي سقيه اللي احنا زي الكنافه العاديه بنحط عسل كتير، لا يا دوبك بالمعلقه كده بترشي حاجه خفيفه قوي. وعلى ما خلصت بقيت السقي الكنافه، كانت اختي، او يعني هي اختي بالظبط، بس هي تبقى اخت جوزي. بدات تعمل الكريمه معايا. حطيت الكريم شانتيه على نص كيلو من اللبن المجمد. حطيت كوباية كبيرة من الكريمة، عليها معلقتين من الكريم الباستري، وبتبدأ تضربيهم من دون سكر. الكريمة من غير سكر خالص، لان احنا عاملين مهلبية. ونحط كمان هنا معلقتين من اللبن المحلى المكثف، وطبعا بيبقى مسكر. نبدأ نضربهم كويس قوي، وبدأنا نعمل الخلطة دي. بقى جربي بجد التركة دي بتدي تحفة جدا للكنافة، كل اللي كل منها عجبته قوي. باكو جيلي من اللي هو بتاع الفراولة العادي ده، وبتدوبيهم في ربع كوباية من المية السخنة. بتكوني مقطعة فراولة زي انتم شايفينها، مقطعينها مكعبات. وبعدين تنزلي على الفراولة المتقطعة دي على الجيل اللي احنا دوبناه كويس قوي بالمية السخنة. كان خلاص بقى برد شوية، بعد كده نزلنا عليه بالفراولة. واللي انا بضربه الناحية التانية الكريمة اللي هي المهلبية اللي احنا عملناها على النار. بفكها بس كده وبضربها بديها قوام احسن. وبعد كده هنبدأ نزود كله على بعضه. هنحط الكريمة اللي احنا عملناها، الكريمة البيضة اللي هي بالكريم باستري، عليها كمان الكريمة اللي هي المهلبية دي. هنحطها معاها باللبن المحلى المكثف. زي انتوا شايفين قوامها حلوة قوي وبتلمع ازاي. اللمعة دي من اللبن المحلى المكثف بتديها لمعة حلوة قوي. وهنبدأ نقلبهم مع بعض، وهننزل كمان معاهم الفراولة عشان نبدأ نحشي بيهم الكنافة. بنبدأ نضرب الكريمة وزودت كمان معلقتين من اللبن المحلى المكثف زي انتم شايفين. والله بيدي طعم تحفة قوي كمان بقى مع الفراولة. تخيلوا بقى الميكس ده كله مع بعض. بنبدأ نضرب الكريمة مع المهلبية. وكمان هنحط الفراولة دلوقتي اللي هو الجيلي. فايدة الجيلي هنا هيديكي قوام احلى مع الكريمة، وهيديكي كمان طعم اقوى. فالفراولة بس بتدي مزازة، والجيلي بيدي الطعم الاقوى بتاع الفراولة. بدأت خلاص نحط هنا الفراولة، وبدأنا ان احنا نقلبها كلها مع بعضها. وهنبدأ نحشي بيها الكريمة نحشي بيها الكنافة دلوقتي. زي انتوا شايفين قوامها حلو ازاي، وما شاء الله فلافي كده، وكان ما شاء الله كانت حلوة قوي.
بدأت جبت صينية وبطناها بكيس، او ما كانش عندنا اللي هو ستريتش، بس بدأنا نحط اللي هي اي حاجة تبطني بيها بحيث ان انت تقلبي الكنافة تطلع معاكي بسهولة. حطينا هنا الكنافة، وبعد كده نبدأ نحط طبقة من الكريمة اللي احنا عملناها، كريمة الفراولة طبقة، بس حاولوا على قد ما تقدروا تكونوا الطبقة سميكة شوية. هي انا سبت اختي تكمل بقية الوصفة علشان كنت بعمل حاجة تانية، لاني كنا بقى كانت ما شاء الله عزومة كبيرة. خلاص هنا كنا حطينا بقى الطبقة كلها، يعني حطينا طبقة محترمة جدا من الكريمة، وبعد كده نبدأ نحط الطبقة التانية بتاعة الكنافة. هنا كانت اتكسرت، مش مشكلة خالص، تبدأ تتصلح، يعني كده كده هتحط عليها طبقة كمان من الكريمة. عايزين تعملها طبقتين بس براحتك، بس كانت تبقى احلى كتير وهي 3 طبقات. بدأنا خلاص نركب الكنافة اللي هي اتكسرت دي عادي، وتركبت بقت حلوة خالص. وحطينا كمان طبقة من الكريمة الفراولة اللي احنا عملناها. مش عايزة تخليها كريمة فراولة، ممكن تخليها كريمة بيضة وتستغني عن الفراولة اللي احنا عملناها، وتخليها تكملي بقية الوصفة كريمة بس بيضة، وبرضه تبقى طعمها حلو قوي. ويا سلام لو تحط عليها معاها شوية نوتيلا. هنا كنت عايزة احط معاها شوية شوكولاتة، بس ما لحقتش بصراحة لان كنت مستعجلة قوي. وكمان قطعنا شوية من الفراولة وحشينا بيها الطبقة التانية. وبعد كده هنبدأ نحط بقى الكنافة الطبقة التالتة، وتكون كده خلاص خلصناها، ونحطها في التلاجة. مثلا انا هنا كنت عاملاها قبل الفطار وقطعناها بعد الفطار، يعني قعدت لها حوالي ساعتين في التلاجة، فكانت اتمسكت شويه. هنا كان خلاص اتعدت الساعتين في التلاجة، وبدأت بقى اقلبها علشان نقطعها ونقدمها على طول. شوف فايدة الكيس او فايدة الاسترتش، ان انت هتخرجيها بسهولة جدا من الصينية. خلاص خرجناها، وهنحط الطبقة بقى الاخيرة اللي هي التاتش الاخير علشان نبدأ نقطعها. كنت سايبه برضو طبقه خفيفه للوش بتاعها. هبدا افرده بسهوله جدا، مش هياخد معاكي حاجه بسيطه قوي، يعني الموضوع بسيط جدا. بدات افردها، وبعد كده هبدا اقطعها مكعبات، وتقدميها بقى بألف هنا وشفا. بجد عايزاكي تجربيها، ان شاء الله تعجبك. والموضوع سهل، متستصعبيش الموضوع، الموضوع سهل جدا. وكمان طعمها كانت ما شاء الله تحفه، وكل اللي كل منها عجبته قوي. وبألف هنا وشفا لكل اللي هياكل منها واللي هتعمليها ان شاء الله. بألف هنا وشفا ليكو، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. وطبعا مش عايزين ننسى نفسنا في المطبخ بقى والأكلات والحاجات دي، وننسى العبادة وننسى الصلاة والدعوات بتاعتنا. على قد ما نقدر نحاول ان احنا نخصص وقت في اليوم، ان يكون في يبقى في وقت بس للعبادة، ان احنا للصلاة بتاعتنا ما نفوتش الصلاة. ونحاول نقرأ قرآن على قد ما نقدر. وربنا يستجاب منا ومنكم يا رب العالمين، ويجعله رمضان سعيد وخير وبركة علينا وعليكم يا رب. و... وان شاء الله تعجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا لو حاجة بسيطة جدا من الفيديو. واشكركم جدا على المتابعة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.